للوقاية من أنيميا نقص الحديد عند الأطفال ب3 مكونات في وجبة واحدة: السمسم والحمص والبنجر، من ضمن الأكلات المشهورة الغنية بالحديد، وليها أكتر من طريقة، منها الفلافل اللي بتكون معمولة بالحمص والبنجر ومرشوش عليها سمسم. لونها وشكلها حلو جدا ومناسب جدا للأطفال، خصوصا لما بنزود فيها فيتامين سي المناسب لامتصاص الحديد بصورة أكبر. سلطة الحمص بتتعمل من حمص مسلوق وطحينة، ويستحسن تكون معمولة من سمسم طبيعي وليمون اللي هو فيتامين سي. سلطة الحمص بتبقى حلوة قوي لما نستخدمها مع ورق أخضر في السلطات أو في حاجات تانية زي الساندوتشات. وطبعا كل ما نزود خضار كل ما القيمة الغذائية اللي داخلة جسم أطفالنا بتكون أعلى. أنا عارفة إن الأطفال مش سهل إننا نقنعهم بحاجات كتير في الأكل الصحي، بس لو بدأنا معاهم بدري وعودناهم على ده وخليناهم يختاروا ألوان وشكل الأكل اللي بيتقدم لهم وكمان يساعدونا فيه، هيكبروا من غير أنيميا أو أي حاجة خطيرة لا قدر الله. المهم نبدأ من المرحلة الأولى للطفل، أو ممكن كمان بدري شوية لما بيكون في بطن مامته. ده كان أول جزء، استنوا باقي الأجزاء الخاصة بموضوع الأنيميا.